يالّا بينا نتحدى الكسل اللي زي العسل ونقول وداعًا للكسل اللي زي العسل، يالّا بينا نقوم نتشطّر كده ونتنشّط ونعمل النهارده روتين خفيف سريع بسيط جدًا، جدًا في المطبخ بتاعنا. طبعًا أساسي كل يوم معروفة، بنصحى من النوم ندخل على المطبخ، ندخل على الحمام، نخلّص الهدوم ننشرها، طبيعي، طبيعي، طبيعي روتين كل يوم أي سِت في العالم كله ده روتين طبيعي جدًا، كل يوم بتقوم تشوف وراها إيه. أهلًا وسهلًا بيكم في شُغلة وحكاية، طبعًا منوّرين ومشرّفين أحلى أخوات وأجمل متابعين في العالم كلّه. قناة شُغلة وحكاية قناة روتينية، قناة تحفيزية، قناة بتعمل وصفات تجميلية وصفات جميلة جدًا، وكمان بنحكي حكاية من الواقع، حكاية من الحقيقة، حكاية صاحبتي، حكاية صاحبتِك، حكاية جارتي، حكاية جارتِك، حكايتي، حكايتِك، حكاية خالتي، حكاية خالتِك، حكاية أي حد في الدنيا. حكاية موجودة أكيد سمعتيها على النت، سمعتيها في الحقيقة، سمعتيها بتكون موجودة فعلًا. بس قبل ما ندخل على الحكاية على طول، يالّا بينا نصلّي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. النهارده كلمتني ست جميلة جدًا، الست دي بتقول: "أنا دايمًا فرفوشة، باحب الضحك، ما باحبش الاكتئاب خالص، لكن ظروف الحياة ضغطتني، ظروف الحياة خلّتني دلوقتي كنت طفلة صغيرة ظريفة جدًا، خفيفة جدًا، باحب الضحك، باحب الهزار، باحب كل حاجة حلوة، ما باحبش الكآبة، ما باحبش الزعل، ما باحبش النكد." طبعًا لمّا اتجوّزت في عيلة، ولمّا اتجوّزت في العيلة دي طبعًا مشاكل العيلة بقى، واتجوّزت ولد وحيد، والولد الوحيد ده للأسف الشديد هو الكبير، وهو اللي كان بيصرف، باباه كان متجوّز واحدة تانية، زوجة تانية يعني، وطبعًا كان بيصرف على مامته وعلى اخواته والكلام ده كلّه، كان عنده ما شاء الله 5 اخوات وهو السادس، طبعًا 3 بنات والمفروض إن هو يجوّز ال3 بنات. طبعًا كان بيحاول إن هو يرضيني بشتى الطرق، أي حاجة أطلبها بيجيبها لي علشان ما يخلّينيش أو يدّيني فرصة إن أنا أتكلّم أو أقول له أي حاجة ناقصاني أو أقول له بتدّي لإخواتك ليه أو بتصرف عليهم ليه أو. طبعًا أنا كنت الحمد لله رب العالمين بنت ناس وشبعانة جدًا، جدًا ومبسوطة جدًا، جدًا، ما كانش في دماغي وأنا عندي الثقة في الله سبحانه وتعالى إن ربنا سبحانه وتعالى يعني بيرزق وما حدش عارف رزق مين والكلام الجميل ده كله، أنا كان عندي يقين بكده، مامته تسكت، لأ ما تسكتش. كانت تقعد جنبي وتقعد تقول لي: "هو أنتِ مفكّرة إن أنتِ هتتجوّزيه والّا هاحاول ياخدِك برّه في بيت تاني أو تعملي بيت تاني وتبعدي عني تاخدي ابني؟ اوعي تفكّري إن أنتِ هتاخدي ابني منّي في يوم من الأيام، ده ابني وهو ده جوزي وده حبيبي وده صاحبي وده كل حاجة ليّا، هو بس متجوّزِك كده عشان دي سُنّة الحياة. حتى لو جبتِ له الولد، حتى لو جبتِ له البنت، هو برضه دول إخواته وولاده، هيجوّزهم ال5 وخدي بالِك هيجوّز الصبيان قبل البنات، اوعي تفكّري إن هو أنتِ هتفكّري والّا هتاخديه منّي والّا حاولي إن أنتِ تاخديه منّي مش هتعرفي. طبعًا بتقول: "أنا كان دمي بيتحرق جدًا وبازعل جدًا، جدًا، أنا متجوّزة واحد متجوّز قبل كده والّا إيه؟" هي نفس القصة كده، يعني أنا حسّيت إن أنا متجوّزة واحد متجوّز قبل كده. طبعًا بقيت أكتم في نفسي، مرّة أقول له ومرّة أسكت، مرّة أقول له ومرّة أسكت، لحد ما نفسيتي تعبت وأعصابي تعبت. وبدأت إن أنا أشكي لربنا سبحانه وتعالى، ما طبعًا مش هتيجي تقولي له أمك وحشة هيقول لِك تمام دي أمه هي دي حياته وأمه وأخواته وأهله وأهلك لا تُهلك، وكانت أمه تقعد تسمّعه الكلام ده كله، وفعلًا نجحت في حاجة واحدة بس إن أنا خلّيته اشترى حتة أرض، وبعد كده بدأنا نبنيها طوبة، طوبة زي ما بيقولوا، جمعية في جمعية، بقى زي ما أنتم عارفين الظروف المادية ماشية الدنيا إزاي، مع العلم إن هو فعلًا أول ما العريس جه لأخته جهّز أخته من إيه وإلى، لدرجة إن هي أقسم بالله بتحلف يعني، أقسم بالله دخلت شافت مطبخي كله قطعة، قطعة، وكتبت كل الصواني وكل الحِلَل وكل الأطقم وكل الحاجة اللي إحنا جايبينها، كتبتهم في ورقة أو في كُرّاسة علشان تجيب زي ما أنا جايبة بالضبط. أنا ما حدّش أحسن منّي، تجيب لي زي أنت أبويا وأنت أخويا، وطبعًا ضغط من مامته وضغط من القرايب وضغط وهو أصلًا كان يعني إخواته دول ومامته دول في السما، وأنتِ بقى وولادِك في الأرض مش مشكلة، ما دام أنتم عايشين تاكلوا وتشربوا مش ناقصكم حاجة. في الفترة دي كنت عايشة طبعًا وأنا نفسيتي متدمرة ومش عارفة أتكلم، هو طبعًا مش مخلّيني عايزة حاجة، فمش عارفة أتكلم،
هي كمان بتضغط على أعصابي وعلى نفسيتي، طب ما أنا ده جوزي، أنا مش باقول له حاجة، عمري ما قُلت له أنت ادّيت لمامتك والّا ما ادّيتلهاش، بس ده جوزي أبو ولادي، أنتِ يعني ليه الكلام اللي يحرق الدم ده؟ لدرجة إن أخته زي ما أنا قُلت لكم بدأت تدخل الشقة عندي وتشوف هدومي وتشوف الصيني بتاعي والأركوبال والدنيا وأنتم فاهمين جهاز البنات بقى والخلاط كُلّه، كُلّه كتبت كل حاجة وادّت له الكراسة دي قالت له: "اللي موجود ده هاته لي، إمّا أنت تنزل تجيبه لي، إمّا أنا أنزل تدّيني فلوس أروح أجيبه." هو طبعًا ما كدّبش خبر، فجه اتزنق في فلوس، فقال لي: "ممكن لو سمحت تدّيني غوشتين لإن أنا مزنوق في جهاز أختي." طبعًا عمري ما هاقدر أقول له لأ. بالفعل اديت له غوّشتين، رجع قال لأ معلش أنا كان معايا 6 فِرَد، رجع قال معلش طيب سامحيني هاتي لي 2 كمان لإن والله الفلوس ما هي مكفّية، وأنا إن شاء الله هاعمل جمعية واجيبهم لِك على طول. طبعًا حتى لو مش هيجيبهم على طول أو أيًا كان الكلام، الراجل طبعًا قال إيه، تمام. قُلت له: "خلاص ما فيش مشكلة اتفضل." ال4 غوايش وفعلًا باعهم وفَك زنقته الحمد لله والكلام ده كلّه. فاضل معايا بقى إيه، غوشتين وخاتمين وسلسلة. فترة من الوقت كده البنوتة اللي كانت في البيت قالت له: "باقول لك إيه، أنت تدّيني 100 جنيه كل أسبوع." طبعًا الكلام ده في الرخص بقى، هي بتحكي بقى لإن طبعًا الست دي كبيرة في السِن، فبتحكي بقى المأساة اللي هي عاشتها يعني. فقعدت تقول له، المهم أخدت منّه فلوس كل أسبوع، أخدت منّه فلوس كل شهر، ولمّا العريس جالها في يوم من الأيام علشان تتجوّز، اتضح إن هي مجهّزة حاجات بسيطة جدًا وجايبة دهب في إيديها والكلام ده كلّه، قالت له: "يا أخويا أنا ما جهّزتش حاجات كتير، أنا عايزة حاجات تاني." خدته طبعًا عند الناس بتوع الأدوات المنزلية والناس بتوع المفارش والكلام ده، وجابت الجهاز بتاعها تاني من واحد يعني من صفر يعني من الإبرة للصاروخ، من الصفر للمليون زي ما بيقولوا. أنا في الوقت ده ما كانش ليّا يعني بُصّوا مش موجودة، أنا مش موجودة، ما ينفعش أتكلّم، أخته وأمه بقى وأهله وأنا اللي وحشة وأنا اللي مش عاوزاه يدّي لهم وأنا والكلام الفارغ ده كلّه، مع إن أنا من يوم ما اتجوّزت وزي ما أنا قُلت لكم عايزين ملاية حاضر، عايزين ملايتين من عندِك حاضر، عايزين بطانيتين فوق حاضر، عايزين أي حاجة كانوا بيطلبوها ما فيش لحد والله أقسم بالله في يوم قالت لي: "أنا عايزة المفرمة بتاعة اللحمة لواحدة صاحبتي في الشارع." مفرمة لواحدة صاحبتِك في الشارع، ده بقى اليوم ده اللي أنا رفضت فيه فعلًا، واتصلت بجوزي قُلت له: أختك عايزة المفرمة مش ليها كمان، دي عايزة المفرمة بتاعة اللحمة لواحدة صاحبتها في الشارع." فقال لي: "ما تدّيهاش ليها وأنا جاي." وبالفعل لمّا جه عمل معاها مشكلة، فبقى إيه، بتعمل مشكلة عشان خاطر مراتك، هوب الدنيا بدأت تتقلب بدأت تحصل مشاكل، مراته بتقسّيه عليّا، بدأت تشتكي لقرايبها وتشتكي للجيران وتشتكي للناس وتشتكي للي رايح واللي جاي طبعًا وأنا مظلومة مش عارفة أتصرّف إزاي. في الوقت ده طبعًا ما عرفتش أتصرّف، ما عرفتش أتكلّم، عِشت كل عمري في ضغط نفسي، في أعصاب مش مستحملة، نفسيًا تعبانة. لحد ما ربنا كرمني بعد فترة، بعد تقريبًا 13 سَنة عايشة في كيد ونحر زي ما بيقولوا، عايشة في هَم ونكد ومشاكل، وأخته قالت وأخته عادت ومامته عملت والدنيا سوِّت والمشاكل اللي أنتم عارفينها بتاعة العيلة، مشاكل العيلة اللي ما بتخلصش، اللي ما أعرفش ليه الناس ما بيتقوش ربنا بجد في بنات الناس، اعتبروهم بناتكم مهما تقولي ومهما تعملي مشاكل العيلة ومشاكل الحَمَى هتفضل إلى ما لا نهاية، ده حاجة في نظري أنا أم هنا صاحبة قناة شُعلة وحكاية، مش صاحبة المشكلة، مش رأي صاحبة المشكلة، ده رأيي أنا شخصيًا، إن مشاكل العيلة هتفضل إلى ما لا نهاية، وبجد، بجد، بجد أنصح كل أم و ويا رب يقدّرني كده وبناتي يا رب إن شاء الله كده ما يتجوّزوش في عائلات، لإن مشاكل العائلات بتبقى كبيرة جدًا، ومهما تعمل الابن ما بتكونش مشكورة، مهما تعمل ما مش مشكورة ولا، ودايمًا وِحشة ودايمًا هي اللي بتقاسيه وهي اللي وِحشة وهي اللي مش عايزة يصرف والكلام ده كله. بتقول الست بقى بعد ما نقلت في بيتي وهُم راحوا في بيت تاني سابوني في حالي، لأ ما سابونيش في حالي، بدأوا برضه يعملوا لي مشاكل لحد ما أنا نفسيتي تعبت وجالي الضغط وأعصابي تعبت وما عُدتش قادرة أستحمل. بس أنتم عارفين والله العظيم أنا يوم ما اتقفل عليّا بابي وقعدت في بيت لوحدي، بعد ما قعدنا كده أسبوع في قلب البيت، لقيت جوزي جاي يقول لي: "تصدقي إن إحنا كنا مش عايشين؟" طبعًا بعد 13، 14 سَنة جواز، "تصدقي إن إحنا ما كناش عايشين، تصدقي إن إحنا كنا ظالمين نفسنا أوي إن إحنا موجودين في بيت العيلة ده."
كانت مشاكل الصبح ومشاكل بالليل ومشاكل العصر ومشاكل المغرب. أنا حاسس إن أنا أول مرّة أتجوّزِك، أنا حاسس إن أنا أول مرّة أتجوّز أصلًا، أنا حاسس إن أنا أول مرّة أعيش، أنا حاسس، أنا حاسس، أنا حاسس. طبعًا في اليوم ده ما تقدريش تتكلّمي أنا والّا أنتِ والّا أي حد، طبعًا سيبيه يفضفض وسيبيه يتكلّم قولي له طبعًا كلامك صح، لإنه طبعًا لو اتكلّمتِ مهما كان برضه أهله وأمه وأخواته وعيلته ودنيته. فأنا جاية أنصح بس نصيحة واحدة بس، حاولي لو أنت أب سامعني ولو أنتِ أم سامعاني، فكّري مليون مرّة إن أنتِ تجوّزي بنتِك في بيت عيلة، فكّري مليون مرّة إن أنتِ تدخّلي بنتِك في وسط ناس طبعًا أكيد هم مختلفين، طبيعتهم مختلفة عن طبيعتها، وعلى ما تتعوّد عليهم وهم يتعوّدوا عليها يمكن ما يتعوّدوش كمان. المشكلة هتكبر بنتِك هتقاسي كتير، هتعاني كتير، هتتعب كتير، هم كمان هيتعبوا مع بعض وهتبقى المشاكل أكتر وأكتر. ربنا ما يجيبش مشاكل يا رب، وده كان روتين سريع وكان رأي صاحبة المشكلة إن هي تقول لكل أم وكل أب بلاش تجوّزوا ولادكم في بيت عيلة عشان ما تخسروش بعض، وإلى اللقاء في فيديوهات كتيرة مع بعض إن شاء الله.